مشاهدينا الأعزاء، مرحبا بكم. هذه الحلقة الموضوع ديالها هو التنويم كوسيلة لعلاج المسكونين والمملوكين. قلت في آخر ما قلت في الحصة الماضية أننا نعتمد التنويم التراجعي. اليوم سأشرح هذه الكلمة وكيفية العمل. التنويم التراجعي يعني ترجمة للهيبنوز ريغريسيف. الهيبنوز ريغريسيف هو واحد النوع ديال التنويم اللي تيقوم فيه المنوم بإرجاع المريض لواحد المراحل قديمة في تاريخ شخصيته. هنا كاين واحد الإشكال ثقافي، لأن بالنسبة بعض المجتمعات اللي الناس فيها تيامنوا باللي كاين تناسخ، كاين يعني لا ريانكارناسيون ولا تناسخ الارواح، يعني ان الانسان راه تيعيش هذه الحياه وتيموت وتترجع الروح ديالو في جسم اخر. وطبعا هذه المعتقدات كتعاش الناس كيعيشوها حقيقه كحقائق، كما حنا تنعيشوا الجن كحقيقه. مجتمعات اخرى ما عندهمش الجن كحقيقه، الجن تيتزوج وحده ولا تيعشقها ولا ما وارداش هذه القضيه، ولكن مجتمعات اخرى عندهم التناسخ تيعيشوه كحقيقه. اذا في هذه المجتمعات اللي عندهم هذه المعتقدات، وخاصه الدول اللي فيها بعض الديانات بحال البوذيه بحال البرهمانيه وغيرها، حتى في الثقافات الشامانيه دابا ولات هذه الثقافه ديال لا ريانكارناسيون ديال التناسخ منتشره في العالم، ولا واحد عولمه هذه المعتقدات هذه. إذا هناك نظرية تتشوف أن المرض يمكن له يجي من الحياة السابقة على الحياة الحالية. يعني الشخص اللي عنده معاناة معينة يمكن ديك المعاناة تكون جايبها معاه بالحياة اللي عاش قبل من هذه، ولذلك منوم تيرجع الإنسان لهذه الحياة الماضية ولا الحيوات الماضية. وهذا الشيء كيدار في كندا وفي الولايات المتحدة وفي انجلترا، وكاين كتب كثيرة جدا على التنويم التراجعي. بالنسبة لي أنا التنويم التراجعي في المجتمع المغربي تيتم لأنه حنا في مجتمع ثقافة إسلامية إلى آخره، فحنا ما تيأمنوش المسلمين بوجود حيوات قبل من هذه الحياة هذه. إذا التنويم التراجعي بالشكل باش تيتمارس عندنا حنا ماشي الحيوات اللي قبل من هذه، بل هو تراجعي بالمعنى النفسي، بالمعنى ديال التحليل النفسي، لأن لا ريغريسيون هي مفهوم نفسي. لا ريغريسيون هي النكوص، هو آلية من الآليات الدفاعية ديال الأنا. من هذا المفهوم تنخدم أنا بالتنويم. يعني لا ريغريسيون سي ان ميكانيزم دو موا، لو موا ريغريس. ما يمكنش شي واحد يكون تيريغريسي عنده لا ريغريسيون بلا ما يكون عنده الانا. كيفاش؟ الحمق ما تيريغريسيش، الحمق عايش في ريغريسا مره واحده وبقى في هذيك البلاصه. بينما وحده مثلا هيستيريا يمكن ليها تخاصم مع شي وحدين في الدار وطيح تبقى تغوات، في الاخر تدير يديها في فمها تبقى تنص في صبعها ولا تدير صبعها بحال هكذا، ولا كنلقاوها كدير واحد لابوزيسيون، واحد الوضعيه رحميه بحال الجنين فاش تيكون في الرحم الام ديالو. هذه ريغريسيون. اذا اولا تقدر مثلا طفل تيكون عنده مشاكل، ماما تزاد عندها وليد ولا بنيه وهما ما هيئوهش لهذا الضيف اللي غيكون في الاسره. هذا الطفل هذا تا وصل هو عنده 5 سنين ولا هذه 4 سنين ولا تيدير بيبي، وما كانش تيدير بيبي، ولكن فاش تزاد خو الى اخره ولا تيدير بيبي. والاخرين الوالدين تيتسائلوا كيفاش هذا الدري تيدير هكذا تيبول، ولكن هو هذيك راه ريغريسيون. هو رجع للمرحله فاش كان باقي يلاه في السن ديال 3 سنين عامين وداكشي، باش علاش؟ باش يثير الانتباه ديال الوالدين زعما باش يهتموا به. اذا الاليه ديال النكوص اللي هي لا ريغريسيون ديال الانا عندها واحد الدور اللي هي إثارة الاهتمام تاع الأبوين.
بالنسبه لتوظيف النقوص او التنويم التراجعي، ماشي النقوصي، كاين النقوص التراجع هو النقوص، ولكن حنا هنا في التنويم تنقولوا التنويم التراجعي. كيفاش تيتم؟ بحال كتهبط في واحد، تخيلوا واحد البير فيه الدروج، والسطح ديال البير هو الانا، هو الان. اذا المنوم اش تيدير؟ تيهبط بداك الشخص مول داك الانا، تيهبط بيه لداك البير للدرجات، وحده وحده وحده، كل درجه مرتبطه بواحد السن معين. مثلا واحد الشخص عنده 30 سنه، حنا غنفترضوا كاينه 30 درجه في البير. شنو هو دور المنوم؟ هو تيهبطو في دوك الدرجات، كل درجه فاش تيهبط فيها تيقلب. كاينه تقنيات باش تنقلبوا وتنشوفوا حتى كنوصلوا للدرجه اللي وقعت فيها الصدمه. هنا كاين واحد النقاش معرفي واكاديمي حول هذا الشيء اللي كيسترجع الشخص، واش هو حقيقي ولا لا. طبعا كاينه مدارس في العلاج. كتعرف فرويد كانت عنده واحد الحاله سميتها انا او، هي ديال بيترا بابنهايم، حاله هيستيريا ما عالجهاش فرويد، ومن بعد راه يمكن باقا حيه الان، غتولي فيمينيست ومناضله صهيونيه الى اخره. هاد بيترا كانت عندها الهيستيريا، ولكن لسوء حظها ان فرويد كان ديك الوقت مازال ما اكتشفش النظريه التحليليه، مازال التحليل النفسي ما معروفش، يعني مازال ما مفهوم، مفاهيم اللاشعور ما معروفاش، الاليه الدفاعيه ديال الانا ما معروفاش، قوانين اللاشعور ما معروفاش، قوانين الاحلام، علاقه الاعراض بمجموعه من الاشياء ما معروفاش. اذا فرويد كان غير تيطاطوني معاها. واحد المره استرجعت واحد الذكرى ديال الطفوله ديالها، ان واحد البائع يعني مول الحانوت في الدرب ديالهم تحرش بها. وفاش قالتها فرويد، يعني في الاول انطلق فرويد من ان هذه الهستيريا عندها واحد الاساس ديالها هو صدمه جنسيه، تروماتيزم. من بعد يعني غادي يتطور الاهتمام بهذا الموضوع هذا، غيولي تساؤل واش ديك الصدمه هي واقعيه ولا غير طرات غير في النفس ديال داك المريض، ولا استهاميه يعني فونتازماتيك. واش لو تروماتيزم ايتي ان تروماتيزم غيال او ان تروماتيزم فونتازماتيك، طرا غير في التخيل ديالو. طبعا هنا غيظهر نقاش قلت، وفي النهايه تبين انه ديك الصدمه تقدر تكون ماشي واقعيه. علاش؟ لان البنت كانت في واحد السن اللي هو باقي 3-4 سنوات، يعني مازال في مرحله الاديب. اذا هي سقطات شي مسائل في عقلها، سقطاتهم على البائع. اذا داكشي اللي فكرت فيه واللي حسات به، داكشي اللي فكرت به وحسات به ناتج على التخيلات عندها هي، سقطتهم على البائع. هنا هذيك الصدمه ماشي واقعيه، هي مجرد صدمه استهاميه. هادشي غادي ينتهي بالنقاش حول كيفاش غيتعامل داك المعالج، يعني سواء كان محلل نفسي او لا معالج بالتنويم او لا بيناتهم ايبنو اناليست كيما تنشتغل انا. ليبنو اناليز هي تقنيه علاجيه تتجمع ما بين التحليل النفسي والتنويم، يعني المحلل تيكون محلل و ميم طون عنده يعني منوم، تيخدم بالتنويم في اطار التحليل النفسي. اذا هاد الصدمه كي غنتعاملوا معها، واش غنتعاملوا معها كواقع ولا لا؟ الان تطورات التقنيات بزاف بصراحه، يعني سورتو مع إريكسون، يعني المدرسه الامريكيه، يعني تطورت هاد الاشياء بزاف، يعني بزاف مشات بعيد. اذا ولكن اللي تيهم هنا قبل ما نوصلوا لهذا الحدث الصادم، اللي تيهمنا هو خصنا نوقفوا على هاد لاطراس هادي اللي كتكون يعني في هاد لومبرانت تروماتيك، هاد البصمه الصدمويه اللي كنسميوها. سيتي لومبرانت تروماتيك، يعني هذاك الشخص اللي عاش هاد الصدمه هادي بقات خلات ليه واحد لاطراس في النفس ديالو، في اللاشعور ديالو. هاد لومبرانت تروماتيك خصنا اولا نوقفوا عندها، ومن بعد
غادي نخدموا عليها بالتقنيات ديالنا وبالاسلوب ديالنا. فاش تنشتغلوا في هاد الاشياء هادي كتبان النتائج ايجابيه جدا على المريض، تيوقع واحد التحول كبير في النفسيه ديالو، لان ديك لومبرانت كتكون عندها بحال الجذور ديالها، كتلقاهم انعكاسات ديالها. ولكن في جميع الحالات الان ما بقاتش ديك الفكره ديال الصدمه غترجع لعندها وتعالجها كما طرات، لان ديك كما طرات ماشي تقدر تكون ماشي حقيقيه كما قلت، يعني تقدر تكون غير صدمه استهاميه مرتبطه بالوعي ديال هذاك المريض ولا ديك المريضه. هي في الحقيقه ما طراتش بحال هكذاك. مثلا 3 ديال الاشخاص عاشوا في واحد الحدث، وقع فيه واحد الحادث وتصدموا ب3، غادي نوموهم ب3، كل منوم غينوم واحد ولا منوم كل مرة غينوم واحد فيهم، وغادي يجعلو يسترجع داك الحدث. غيلاحظ انهم كل واحد التقط، يعني لا كابتي داك الحدث، ادرك الحدث بكيفية تختلف على ادراك زميله. هذا هو معنى ان الحدث ماشي ضروري يكون واقعي، وكذلك المعالج ماشي ضروري يخدم على داك الماده اللي هي استرجعها المريض. هذيك الماده المسترجعه في التنويم التراجعي هي كما قلت سيتين واحد يعني البصمه طاقيه، واحد لومبرانت انرجيتيك. هاد لومبرانت انرجيتيك ضروري نوصلوا ليها، ولكن كي غادي نخدموا عليها هنا كيكون الاختلاف. هنا تيكون المعرفة العلمية في معالجة الأشياء. إذا كما تلاحظون فالعلاج ديال هذه الحالات بهذه الطريقة هذه هو علاج ماشي بسيط، بل تيقوم على نظريات ومفاهيم علمية وتقنيات كذلك علمية، وكذلك النتائج ديالو تتكون إيجابية بشكل يعني حقيقي. وهذا العلاج هذا ولا هذه الطريقه العلاجيه يعني هي طريقه يعني انسانيه، يعني بمعنى يعني ما تيهمناش ثقافته، ما تيهمناش ثقافته، لان تيهمنا هو نفسيته. ما غاديش نصنفوه لا ضربو يهودي ولا مسلم ولا هذاك الشيء شغلو. حنا داك اليهودي ولا داك المسلم ولا داك الشيء تنفككوه، ترجعوا للوريجين ديالو، علاش خدا ديك الصيغه وعلاش خدا هذاك الاسلوب. هنا كيدخل التحليل النفسي. إذا فكما تلاحظون أن هذا الأسلوب هو أسلوب جديد، وهو كما قلت هو بالنسبة للمغرب أنا أول واحد تيخدم بهذا الأسلوب، وجاي نتيجة أبحاث طويلة في موضوع المسكونين والمملوكين، وكذلك دراستي للسيكولوجيا بحكم أنني أولا متخصص ديال التخصص ديالي ديال علم النفس البسيكولوجي في جامعة محمد الخامس. اذا هذا الشيء كله هذا عطاني واحد الباجاج كافي باش نشتغل على هذه الحالات. ونومت من الثمانينيات من القرن الماضي، ملي كنا طلبه كنت كنوم مع الاصدقاء هكذا، ونومت حالات مرضيه في اطار المساعده، حالات مرضيه ديال النساء، شي وحدين راه تكلمت عليهم في الكتب ديالي على كيفاش تم العلاج ديالهم. دابا هذا الشيء ولينا بغينا نخلقوا واحد الجيل جديد ديال المعالجين كما قلت. هذا هو الأساس، وأكتفي بهذا القدر، وأجدد ندائي لكم للانخراط وتشجيع القناة باش تنتشر أكثر، وبغينا ننشروا الثقافة العلمية والعقلانية، فالمسألة تتهمنا كاملين. وشكرا لكم على اهتمامكم وتتبعكم. تحياتي.